اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لسه مكملين في شهر رمضان الكريم، كل سنة وانتم طيبين. تعالوا أقول لكم كام لفة كده للسمبوسة حلوة جدا. بدأت إن أنا أفرد ورق السمبوسة وحطيت الحشوة الموجودة معايا، وهبدأ أتني الطرف ده. بصوا، اللي ما تعرفش يا بنات اللي تلف السمبوسة أقول لكم طريقة سهلة جدا وبسيطة. وهبدأ أتنيها كده وهضغط على الحشو بالشكل ده كده عشان تحس السمبوسة معاكي كده مليانة. وهبدأ أتنيها الناحية التانية بالشكل ده كده، تحس ان هي جابت معايا شكل المثلث. وهقفلها على كده. بصوا شايفين الطرف ده؟ مش هسيبه، لانك انت لو قليتيها في الزيت بالشكل ده هتفتح منك. فانا عامله هنا معلقتين دقيق على معلقتين ميه هقفل بيها. الطريقه دي مش هتفتح منك ابدا السمبوسه. بصوا بالشكل ده بقت شكل السمبوسه شكل المثلث كده. تعالوا اقول لكم برضو على طريقه تاني. هجيب الاتنين وهعملهم كده كشكل كبلس، اللي هو نظام الزائد. شايفين يا بنات؟ وهبدأ احط كده الحشو في النص، وهمسك كده الدقيق على الميه اللي انا عاملاها اللي هي الماده اللزقه ديت، اروح حطها على الاطراف وهبدأ اتني. حلوه جدا، وتحسي كده ان الواحده بتاكليها ماليه مركزها، وشكلها بيبقى حلو جدا برضو. ده كده الشكل التاني بالطريقه دي، ومش هتفتح منك ابدا في الزيت، والحشو برضو مش هيطلع منها، ما تخافيش. هنيجي بعد كده بقى هنعمل زي رول حلو جدا. انا قلت بصوا يعني الاطفال والله اللي كانوا قاعدين على السفرة، ولادي ولاد اختي، والله عجبتهم جدا. اكتر حاجة عجبتهم اللفة اللي انا هقول لكم عليها ديت، مع ان انا حاسه ان هي ما فيهاش بركه، يعني تحس ان هي ما بترميش، بس حلوه جدا. لفتها عادي رول جدا، وجيت هنا على تالت لفه رحت ضغطت عليها من الجناب ودخلتها لجوه. وهبدأ ألف لفة وبرضه هضغط عليها وادخلها لجوه، وهبدأ ألفها بالشكل ده. تعالوا كده بقى بعدها الحرف كده رحت لزقته كده بالمادة اللزقة اللي أنا عاملاها، اللي هو الدقيق على المية، معلقتين دقيق على معلقتين مية. بصوا شايفين من هنا من جوه كده مقفولة ازاي، ومن هنا كده مقفولة ازاي. تحس ان هي رفيعة كده، يعني ما بترميش في الطبق، بس في الطعم بيقولوا لي يا ماما مقرمشة، وولاد اختي عجبتهم جدا. يعني عملت كام واحدة كانوا بيتخانقوا عليها. هاجي بقى هنا كده نعمل برضو لفة السمبوسة على طول، هي ما بتاخدش مني اي وقت. بصوا بتني الحرف واروح تانياها للمادة المقابلة عليها، والناحية التانية على طول على طول على طول على طول. بصوا، طب انا هنا جيت ولقيت ايه ده الحرف ده مش مكمل معايا، عادي جدا بالمادة اللزيقة برضو اللي انا عاملاها المية الدقيق على الدقيق، اروح لازقها بالشكل ده عادي جدا، مش هتفتح معاكي وشكلها بتبقى حلو جدا. طب انا هنا حاشيه الحشو بتاعي عباره عن لحمه مفرومه على ميكس من الجبن كده. ممكن تحشيها مثلا فراخ، ممكن تحشيها جبنه على زعتر، ممكن تحشيها ميكس من الجبن على زيتون. اي حشوه عندك موجوده هتقدري تحشيها، بتبقى شكلها حلو جدا على سفرتك. بيبقى نظام كده المقبلات بتبقى حلوه جدا، والكبير وصغير بيحبوها. كنت هقول ايه تاني؟ عندك بواقي فراخ كده نسريها كده وحطي عليها شوية جبنة مثلا او شوية زيتون، تبقى فلفل مثلا. في ناس بتحبها بالبيض المسلوق كده، تهرسيها وتحطي البيض المسلوق تهرسيه كده وتحطي عليه ملح بكمون وتعمليها بيها برضو، بتبقى نظام مقبلات حلو جدا برضو. هنا ده كده نظام القرطاس. رحاب اختي كانت قاعده وقالت لي طب ما تعمليها نظام القرطاس برضو حلوه جدا، وهي هتعمل لكم برضو واحده، وهنقعد انا وهي بقى نلفهم كده على طول، ما خدوش مننا اي وقت خالص بالشكل ده كده. طبعا السمبوسة عايزة زيت غزير بتقليها فيها لانها بتشرب زيت، واول ما بتطلعها على مناديل مطبخ او على مصفى. طبعا انا اسفة جدا على صوتي، والله عندي برد يا جماعة، ادعوا لي ربنا يشفيني. بصوا رحاب اختي هنا قالت لي طب بصي بقى الطريقة ديت برضو نظام القرطاس دوت حلو جدا برضو. قلت لها يا بنتي لسه هعملها، راحت قالت لي لا بص انا هعمل لك بقى واحده كده. قلت لها طب اقعدي بقى نحشي سوا كده السمبوسه على طول، مش هتاخد مننا اي وقت ان شاء الله بالشكل ده. بس السموسه يعني ما تتقليش الا قبل الاكل، ما فيش بربع ساعه، عشان تبقى سخنه كده. بصوا هي هنا عملت نظام الحجاب، والباقي بقى قالت لي انا مش هلزقه زي ما انت هتلزقيه، انا هدخله من جوه كده برده ما بيتفكش، وكانت حلوه جدا بالشكل ده. بصوا شكل الحجاب، قعدت انا وهي بقى هي تعمل حجاب وانا اعمل الشكل اللي يعجبني اللي يجي في ايديا. ممكن ورقه الاقيها مثلا مقطوعه اروح اعملها رول ورقه تانية، بنتصرف يعني عشان ما نهدرش في لفه السمبوسه.
طبعا السمبوسه دي في منها انواع كتير قوي، انا دي تقريبا كنت جايباها من حوالي ب20 او ب25 جنيه. نوعها اسمه العمده، حلوه جدا برضو، وكان طعمها حلو. في انواع طبعا في السوبر ماركت بتبقى اغلى من كده، او الهايبرات الكبيره بتبقى اغلى من كده، بتبقى حلوه برضو، بس انا حبيت النوع ده بصراحه بالشكل ده. حتى انا وهي بقى نحشي كده بالنظام ده. وممكن كمان ما تقليهاش في قلب الزيت. كنت بقول كمان ان احنا لما نقليها بنطلعها على مناديل المطبخ، لانها بتبقى شاربه زيت جامد جدا، و... او مثلا مصفى، وتبقى قبل الاكل طبعا بربع ساعه، وخصوصا اللي هي بتبقى محشيه جبنه. تعالوا بقى شوفوا الشكل بقى بعد ما اتقلت، تحفه 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 رهيبه، مقرمشه، والجبنه بقى سايحه فيها، اوعى اوعى وشك. ما شاء الله كانت حلوة جدا. وبيبقى نوع من المقبلات، ماما كان عندها، يعني قالت لي هتصوري، قلت لها هتعملي اكل ايه؟ قالت لي رز وملوخية ولحمة وبطاطس وكده. قلت لها لا، انا مصورة الاكل ده قبل كده عشان ما اطولش عليهم في الاكل. فانا حبيت بس استكفيت كده بالسمبوسة النهاردة، كانت حلوة جدا ان انا اوريكم كده شكلها وطرقاتها. وكمان ممكن تقليها كمان، ممكن تعمليها في الفرن برشة زيت كده بسيطة، بتبقى حلوة جدا. شكرا على متابعتكم لمطبخ ربى.